النهارده جمعتكم عشان ابلغكم بقرارات المدرب ريفيرو بان في بعض اللاعبين مش هيتابعوا معانا الفتره الجايه. كلام ايه يا كابتن عماد؟ انا كنت مصاب في بطولة كاس العالم للأندية، ملحقتش العب حاجة حتى. انا لسه ما قلتش على اللعيبه اللي هتمشي، استبر شويه مش يستعجل على رزق. امال مين اللي هيمشي يا كابتن عماد؟ انت اول واحد فيهم يا قفشه، من ساعه الجول اللي انت سجلته في الزمالك القاضيه ومن ساعتها وانت مصدعنا بيه وما عملتش حاجه من بعدها، وبتيجي في الماتشات المهمه بتصب الكوره وانت اوفسايد، مفيش تركيز منك خالص. يعني اروح فين دلوقتي يا كابتن؟ انا ما اقدرش اسيب الاهلي، ما ينفعش ارجع بيراميدز تاني، ارجوك كلمهولي ارجوك. استنى شوية يا قفشة، مين اللي هيمشي تاني يا كابتن عماد؟ اللي هيمشي تاني الشناوي، بقاله فترة كبيرة بيخش في جوان، خاصة الماتش الأخير بتاع بورتو السخنة. لو كان صد الأربع جوان اللي هو ما حطش إيده حتى فيهم كان زماننا دلوقتي كسبنا وخدنا 2 مليون دولار، زي الماتش بالميراث ما صدش كورة. امال فين دراعاتك يا شنو؟ دراعاتك بقى شكلها عاملة كده ليه؟ ازاي وانا بلعب لوحدي في الفرقه ولا ايه؟